بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ حابة اعمل معاكم النهاردة جرس طرية كده، للشاي او للشاي بلبن او للبن من غير لبن ومن غير بيض ومن غير زبدة. معايا هنا 3 مجات من الدقيق، نخلاهم وحطاهم في الطبق كده، ومعايا ربع مج زيت، ومعايا معلقة كبيرة سكر على معلقة خميرة مدوباهم في مية دافية. هبتدي ان انا احط المية والخميرة كده والسكر على الدقيق. هبتدي كده ان انا احط الزيت وهقلب، هعجن بمية دافية. هحط مية على حسب ما العجينة تحتاج معايا، يعني في دقيق بياخد مية كتير وفي دقيق ما بياخدش مية، فهعجن اخلي العجينة لابسة كده، مش لينة جامد كده. انا حطيت مية اهوت، هبتدي ان انا اعجنها لحد ما تتماسك كده وتبقى عجينة لينة. يعني ايه لينة؟ مش بتشبط في الايد، لا لينة يعني ناعمة كده، وفي نفس الوقت ماسكة نفسها يعني. والله في الوقت اللي احنا فيه ده هو المفروض تعملي كل حاجة في البيت، ما تشتريش اي حاجة من بره. ربنا يرفع عننا البلاء يا رب ويسترها معانا كلنا اجمعين. اه، اعملي كل حاجة في البيت على قد ما تقدري، حلوة بقى مش حلوة، انت بتعملي علشان خاطر صحة الاولاد وصحة اللي معاكي. فهي مش هتكلفك حاجة، يعني 3 مجات من الدقيق مش حاجة اصلا انك تعمليها تفطروا بيها او للعشاء برضو، وعلى الاقل ولادك يكونوا بياكلوا حاجة انت عارفة مصدرها. وفي نفس الوقت ممكن تحطي عنصر غذائي فيها، ممكن تضيفي بيض او تضيفي لبن. انا حبيت اعملها من غير لبن ومن غير بيض، يعني ان هي اقتصادية، تشربيها بقى تاكليها مع اللبن وانت بتشربيه، او تاكلي بجبنة او تاكلي بمربى، يعني زي ما انت حابة. هي في مجرد فكرة انا بقدمها لك وخلاص. هبتدي كده ان انا امسح الرخامة واعجنها كويس عليها. ده السمسم اللي انا هحط على الوش في الاخر منه. هفضل اعجن فيها كده ايه لحد ما العجينة تبقى كويسة كده، يعني ايه، ناعمة كده معايا. تقدري ان انت تزودي الكمية، يعني مثلا انت عاوزة تعملي مثلا 2 كيلو او 3 كيلو، وتشيليها وتخبزيها وتشيليها في اكياس في الفريزر وتطلعي. يعني وقت ما تكوني عاوزة تطلعي بتطلع من الفريزر قبلها مثلا بنص ساعة، قبل الأكل بنص ساعة، أو تطلعيها وتحطيها على في التلاجة من تحت، بتطلع كأنها لسه مخبوزة حالا من غير تسخين من غير أي حاجة. يعني مثلا لو طلعتها قبلها بنص ساعة أو بساعة بتطلع كأنها لسه مخبوزة حالا. ممكن تعملي كمية كبيرة وتشيليها عندك، لو انت مش عاوزة تعملي مثلا كل يوم أو كل يومين تشيليها عندك بتبقى جميلة يعني. أنا هعملها كده وهكورها كورة كده، هي كده بقت جميلة وناعمة معايا خالص اهيت. هكورها كورة احطها في الطبق وهغطيها تخمر معايا نص ساعة بالظبط. هغطيها بكيس كده علشان تخمر، هسيبها نص ساعة وبعدين هرجع لكم. اهيت يا بنات بعد ما خمرت سبتها نص ساعة بس. معايا هنا السمسم ومعايا شوية مية. العادي ان انت مثلا تعملي بصفار بيضة، بس علشان احنا هنعملها من غير بيض خالص، شوية مية هنبل العجينة فيها ونحطها في السمسم. هكورها كور كده. لو انت هتحشيها بتفرديها كده بالشكل ده كده. انا مش هحشي غير 3 بس. فانا هعمل اللي في الاول كده من غير حشيان من غير حاجة، ولما اجي احشيها اوريها لك. هبتدي ان انا ايه اعملها كده، هكورها كده وبعدين امسكها من الطرف كده واحطها في المية وارجع احطها في السمسم علشان تاخد سمسم يعني كتير على الوش اهيت كده. معايا هنا صينية دهنها زيت، هبتدي ان انا احط فيها اللي انا بعمله.
لو انت حابة تحشيها ينفع تحشيها سكر او ملبن او جبنة او شوكولاتة، او مربى، اي حاجة اللي انت عاوزة تحشيها ينفع تحشيها تمام. بس انا هعملها كده من غير حشو في الاول، والتلاتة الاخرانيين يعني هوريك هتحشيها ازاي وخلاص. حابة انت تحشيها بقى تحشيها، انا عملتها كده لان حابة مكنتش عاوزة احشيها خالص يعني. بس التلاتة الاخرانيين عملتهم علشان اوريك يعني لو انت عاوزة تحشيها تحشيها ازاي. هي كده. هعمل معاكم كمان واحدة. بتسيبي منه بينهم مسافة علشان هما يخمروا يعني وحجمهم هيزيد تاني. هكمل بقى الكمية كلها، وهرجع لكم عشان نحشي التلاتة الاخرانيين مع بعض. اهوت كده. انا معايا الحشوة اللي انا هحشيها، كملتها هما. الحشوة اللي انا هحشيها عبارة عن معلقة سكر ومعلقة كاكاو. عاوزة ممكن ينفع تحط جرفة بدل الكاكاو، بس انا هحط كاكاو لان طعم الجرفة بيبقى تقيل شوية علينا، محدش بياكلها لما بتبقى بجرفة. فانا حطيت الكاكاو كده وعليها معلقة سكر. هبتدي ان انا افردها كده. اهي كده، وهاخد معلقة من الكاكاو اللي عليها سكر واحطها كده، وابتدي ان انا الم فيها كده ايه بالراحة من الطروف، علشان ايه الكاكاو يعني لما تيجي تتخبز ما تطلعش منها. وهرجع افردها تاني كده بالراحة. ونفس الحكاية همسكها كده من الطرف واحطها في المية وعاوزها سمسم. نفس الحكاية برضو اكررها كده، افردها بالراحة وارجع احط معلقة الكاكاو. اهم حاجة تقفليها كويس علشان الشوكولاتة ما تسيحش يعني منها. هي كده كده الشوكولاتة يعني ممكن تطلع يعني مهما تقفلها، بس حاولي تقفليها على قد ما تقدري كويس خالص علشان ما تسيحش جامد وتتحرق من تحت يعني. اهي كده بنفس الطريقة. ممكن تحشيها سكر بس، يعني لو انت مثلا عاوزة تحشيها ممكن تحشيها سكر بس. وممكن لو عندك ملبن برضو تحشيها. هي الجرس اللي في الفرن بيعملوها كده بقى، يعني ما بيحطوش لبن ولا حاجة، بنفس الطريقة كده. وبدل الكاكاو بيحطوا ملبن او بقى شوفي او عجوة زي ما انت بتشتريها كده، هما بيحطوا بنفس الطريقة. فانت ممكن بدل الكاكاو ممكن تحطي سكر بس، ممكن برضو تحطي ملبن، او ممكن تحطي عجوة زي ما تحبي يعني. كده خلاص اخر واحدة هي. هحط عليها شوية سمسم كده من الجنب. اهوت كده خلصتهم، ما خدوش مني وقت خالص والله. بعدين هسيبها كده يعني بصي 10 دقايق مع نفسها كده في مكان دافي. يفضل ان انت لو عندك فرن كان والع او يعني مكان دافي تحطها فيها، او شمس مثلا تحطها فيها. اهو بعد ما سبتها يا بنات حجمها زاد برضو شوية عن ما كنت حطاها، يعني هي برضو يعني بتخمر كمان وكمان. وهبتدي ان انا ادخلها الفرن، وبعد ما اخرجها هوريها لكم.
بعد ما طلعتها من الفرن يا بنات لازم تغطيها بفوطة او بقماشة مبلولة او بفانيلا نضيفة يعني مبلولة، علشان تبقى طرية كده، لان في الفرن بيرشوا عليها مية. انت لو انت عندك بخاخة نضيفة رش عليها مية اهي. بسم الله ما شاء الله، جميلة خالص وطرية كده وعسل والله العظيم. جربيها ومش هتكلفك اي حاجة خالص، احسن ما تشتري من بره. التانية هي اللي بشوكولاتة، والله العظيم تحفة، مع كوباية شاي بقى او كوباية لبن بشاي، حاجة اخر جمال. وفي ثواني يعني، ما تحتاجيش ان انت تروحي تشتري ولا بتاع، في ثواني كده تعملي وتشيلي في الفريزر، ومنين ما تحبي تطلعي طلعي. هفتح لكم كمان واحدة بالشوكولاتة، تحفة تحفة والله. الكاكاو سايحة كده مع السكر عاملة شغل، تاخدوا حتة، جميلة خالص. جربيها وبتمنى ان انت لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي وتدعميني باللايك لو الفيديو عجبك، وان شاء الله تكوني استفدتي لما بتشوفي الفيديو بتاعي. آه وان شاء الله يعني اقدر اقدم فيديوهات تانية تكون بتفيد البنات وبتكون بتحسهم ان هم يعملوا يعني ويشتغلوا كده. آه هي شوفي جميلة ازاي وطريقة ازاي. شوفوا وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.